تعالى هات لعبة كده والعب. اشوف البطاطس استنى لما لا ملمونية. طيب ماشي، هروح اشوف البطاطس. طب استنى، البطاطس كانت هتتحرق مني، كنت ناسيها. استنى بقى. لا ما تخش على المطبخ، سيبها هي تعبانة جامد. ايه الامتحان اللي خلاها تفتح؟ لا خلاها هي جايه من الامتحان تعبانة، سيبني بقى. تجيبش كور ولا غير؟ ما بتخش اوضتها الاقيها تعبانة، يا ابني سيبها نايمة. شاطر. روح يا ابني بعيد عن الزيت. حاضر هجيب لك شويه بس مش هديك الطبق بتاعك عشان اختك يا ابني. اه وكل المقاش ده في الحمام. في الحمام ده. ايوه هنا اكتب بقى بدل الحمام بره. عشان اختك تلاقي حد يعمل. خد يا ابوي، يلا خد يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رب تكون بخير. اتعدل يا بودي، ما تقعدش كده بعد اذنك. اتعدل.
ايه البث مش حلو. ناس بيقولوا البث مش حلو، مش من ناحية من ناحية انا مشغلة طب ثواني ثواني ثواني. والله والله انا مش مستخدمة حتى الارضي، انا مش مستخدمة الواي فاي، والله مستخدمة الداتا. بس يا بودي اهي، بس يا بودي اهي. اوعى يا بودي بعد اذنك كده كده. طيب تمام. كده تمام ولا الله يخليك كده تمام. البث اتعدل ولا لسه وحش؟ بس شو ثواني ثواني. البث اتعدل ولا لسه وحش؟ مساهم طيبين الحمد لله. طيب الحمد لله. عايزين انا نصيحة خد. وانا مزود ممكن امريكا ممكن ايه ايه لسه موجود. كل ما ازود ماما عملت طماطم يا جدعان. يا لهوي. ازود المروحه شويه. اقطع. كل عام وانتم بخير يا رب، يا رب يسعد علينا كلنا، اللهم امين. كده البث كويس ولا لسه وحش؟ الطماطم الحلوة الكويسة ب60 جنيه في السوق عندنا في مصر، واللي هي أي كلام المفعصة اللي الناس بتاخدها بقى تنقي منها الكويس وتعملها صلصة وكده ب40. بس النظيفة بقى الجامدة الحلوة يعني ب60، والخيار ب25، والفلفل ب30، والبطاطس والخيار برضو في خيار ب10 وفي ب15 وفي ب20. الخيار ده ب25 انا جايباه، ده حلو نضيف وحلو. دلوقتي الخيار البلد طلع. والفلفل ب30، بس انا جايباه من السوق، يعني جايباه من السوق ب25، بس هو بيتباع هنا حوالينا يعني ب30 في كل حته. بس في السوق يوم السوق بيبقى ارخص 5 جنيه، يعني بيبقى ارخص 5 جنيه. والخوخ ب60، والعنب الكيلو وربع ب100، الكيلو ب80، بس انا ما جبتش عنب. كده واحدة كده واحدة. كتير. بس في السوق فكرت جوافة في السوق الجوافة حركات. ب50. يعني ايه الحمد لله على كل شيء. سوا طيبين. ايه اوعى يا ابني كده، روح حبيبي روح حبيبي. إيه ما تنسوش يا جماعه، انا ان شاء الله يوم 24 يوم الاحد الجاي
ادخلوا على القناه هتلاقوا في منشور، ادخلوا بصوا على المنشورات هتلاقوني عامله لكم منشور بميعاد البث اللي هرمي فيه هديتين. هديتين اعضاء، يعني هرمي عضويتين هديه، العضويه الحصريه والعضويه المميزه اللي هي الوسطى. هرمي هديتين، عضويه حصريه وعضويه وسطى، بحيث ان انتوا كلكم تدخلوا البث وتتفاعلوا وتعملوا لايك، تعملوا كومنتات. فاليوتيوب هيختار اكتر حد متفاعل مش وهيديله هعمل ايه كومنتات. العضويه، عشان الجمهور اللي نفسه يدخل العضويه يدخل. ماشي. فهدخله يعني على حسابي يعني. ماشي. هدخله على حسابي. ليه بقى يوم 24 نكون قبضت بإذن الله؟ يعني عشان أنا بشتري العضوية على حسابي وهديها لكم. هديها لكم يعني. ماشي. واحد كده، اوعى يا ابني كده تعملش كده، عيب. البس يتحذر. والله حضرتك لو انت شايف ان فيديوهاتي مش حلوه خلاص. انزل فيديوهات حلوه ايه؟ انا قناه مطبخ وروتين يا جماعه. في قنوات حلوه ماليه السوق، قنوات حلوه ماليه النت. ادخلوا على مواقع تانية وناس تانية واتفرجوا على احلى حاجه. الحلاوه ماليه السوق يا جماعه. انا انزل اللي انا عايزاه، اللي انا شايفاه صح في مصلحتي ومصلحه عيالي بعمله. ماشي. ولا يهمني مشاهدات ولا يهمني حاجه، الارزاق على الله. امه اسمها ايه؟ امه ايه؟ أما أنا ده مش ام انس، ده ام انس بنت الابراء. ام انس عالم روحانيه بنت الابراء. في أم واحده بتعمل مطبخ يعني ولابسه خمار للارض، والحمد لله قناتها بقت مليونيه يعني. ولا حلوه ومش بالحلاوه، والله رزقي مش بالحلاوه يعني. في ناس لا مؤاخذه قلعه وما عندهاش مشاهدات. الارزاق دي بتاعت ربنا. فانا مش هعمل الحاجه اللي تضرني أما عشان أنا خاطر مشاهدات، ولا عشان خاطر انتوا عايزين كده، لا. انا كل واحد بيصلح من نفسه، بيعمل وطفلة اللي في كبيرة مصلحة هي يا ولاده وفي جماعة مصلحة وشايفينها. نفسه. أنا بعمل اللي في مصلحة ولادي واللي في مصلحة نفسي يا جماعة. اللي عايز يشوفني على هذا الوضع يشوفني ويدخل على راسي وجزمته على راسي. واللي أنا مش عاجباه ومش عاجبه الوضع اللي أنا فيه برضه على راسي برضه، ما تدخلش القناة وخلاص، وما تزعلش نفسك واسحب الاشتراك بتاعك. ربنا الغني، بصوا ربنا هو الرزاق. لازم أنا أعمل اللي في مصلحته، الحاجة اللي ما تضرنيش واللي في مصلحة ولادي. ولا مشاهدات بقى ولا يحزنون بقى، كلها بتساوي بعضها في الآخر. واللي شايف ان العضويه كويسه والفيديوهات اللي فيها كويسه، قلت لكم انا كل شهر هرمي هديتين، هديه حصريه عضويه حصريه اللي هي اعلى مستوى عندي، والمستوى الاوسط هرموهم للجمهور. اليوتيوب بيختار بالعشوائي، انا ماليش ذنب. انا ماليش ذنب. ادخلوا على جوجل وشوفوا هل انا اللي بختار العضو اللي حد من الجمهور اللي ارمي له الهديه، ولا اليوتيوب اللي بيختاره حد. ادخل على جوجل وابحث وشوف. اليوتيوب اللي بيختار عشوائي. طبعا انا هقول لكم قبلها بيوم، بحيث ان كلكم تستعدوا وتدخلوا وتعملوا لايكات وكده. سواء طيبين يا جماعه. انا عارفه ان في ناس في قناتي بيتابعوني، ناس محترمين جدا 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 وبيحبوني باي وضع. وعشان خاطرهم انا هعمل كده، عشان خاطرهم انا هشتري لهم العضويه وابعتها لهم. انا بحاسب على العضويه بالفيزا بفيزا المشتريات. انا اشتري لهم العضويه وابعتها لهم ويدخلوا يا جماعه هديه مني لهم. وكل شهر اعمل كده، كل ما اقبض هبقى ارمي عضويتين على حسابي للجمهور. بحاول اراضيكم على قدر الامكان، على قدر استطاعتي. انما غير كده مش هينفع. انا بطلع بالزي اللي انا شايفاه مناسب، بالزي اللي انا شايفاه مناسب لمصلحتي ومصلحه ولادي. امه يعني واحده مشهوره قناتها دلوقتي مليونيه يعني، بتطلع بخمار لحد الارض يعني وبتتشاهد وكله والله انا اتمنى قناتي يبقى كل معجبيني من الستات يعني يدخلوا يشاهدوني ويسلوا نفسهم ويشوفوني وانا بعمل روتين. نفسي كل متابعيني يبقوا ستات، اقسم بالله. ما انا عايزه اي راجل يدخل قناتي. ما تزعلوش مني يعني.
والله العظيم ما تزعلوش حقكم عليا، انا بقول لكم اللي في قلبي، ما بحبش النفاق ولا الكذب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. بس يا ابن حبيبي كلكم على راسي يا جماعه والله. اوعى كده يا ابني. بس اللي يدخل يتطاول بقى ويقل في ادبه لا، ما يلزمنيش. اسحب اشتراكك اللي هتذلنا بيه وما تدخلش تشاهد يا جماعه، ما تدخلش تشاهد. انما تغصب عليا بقى وتقول لي فيديوهات حلوه واعملي كذا وخلي كذا، لا، انا اعمل اللي انا عايزاه. واللي راضي بهذا الوضع يدخل على راسي وجزمته على راسي، واللي مش راضي ما يدخلش على راسي برضه، بس ما تتكلمش بقى. احنا مخيرين وليس مسيرين وليس مجبرين. انت مش هتيجي تتحاسب بدالي لما اعمل اللي انت بتقول عليه ده، تحاسب بدالي؟ لا طبعا، مش حد بيتحاسب بدل حد يا جماعه، ولا انت هتنفعني لو انا انضريت. كنت رابلة من دي يا جماعة، كنت رابلة من دي، الحمد لله رب العالمين. كنت رابلة من دي يا ماما، كنت رابلة من دي. لا انت مالك ومال المنديلات لو كده؟ عايزة اكل بطاطس بالمنديل. انت رحت جبت بطاطس اختك؟ لا. دي بتاعتك يا حبيبي؟ طب هات اعمل لك المنديل. هاتي يا حبيبي ماما كده، هاتي يا حبيبي ماما، هاتي. البطاطس مش لازقه في المنديل اهي، يلا اهي، ما هي اهي. خلاص خد اهي بعيد عن المنديل خالص. انا هجيب لك دلوقتي طبق سلطه جميل كده، ها انت بتحب السلطه، وهجيب لك حبه مكرونه جمال وتكمل بيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قطعت كله قرص. خلاص يا ماما، قطعت يا ماما، سيبهم يا ماما، ايه؟ سيبهم يا ماما البطاطس مش دول. دي بطاطس، ده خضره، خضره يا ابني. سر خضر. ايه؟ سر خضر. اسيبها ليه؟ لازم تقطع حتت صغنونه. لا، تحط لها الملح قطع بتاعها. حتت صغنونه قوي. ما تقطعها حتت كبيره شويه. لا، نونو كده قد كده، نونو كده، نونو قطعها حتت نون نونو صغنونه. كده، طب ما انا نونو كده. ما انا بقطعها كده. انت لسه بتعوج مناخيرك تعمل الحركه لا. دي؟ الحمد لله انا نسيتها. اوعى تعملها تاني. ماشي. الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. كيفكم انتوا؟ بتكونوا بخير يا رب. كل ده بطاطس يا بودي. اروح احط لك اللي عليها الملح بتاعها. جيب لك ملح؟ لا 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 لا، انا بروح احط انا حاجتي، حاجه لا، السلطه. جيب لك الملح. انا مش عايزاك تجيب لي، انا هروح عشان احط في الطبق واوديها المطبخ هو السهل. لا، ما جيب. طب على فكره لو رحت ناحيه الملح هتنضرب، بس انا عارفه لو ما سمعتش كلامي سمع كلامي. ماشي احسن، ايوه كويس، انا عارفه. وقال لك بص، مش قال لك الكداب بيروح النار؟ كنت رايح تجيب الملح وتقول رايح اعمل بيبي لا، تاني برضو كده. انا عارف. قول الحقيقه ها. كنت رايحة. طب ما تبقاش تروح، ماشي؟ الكداب بيروح النار، ماشي؟ بنروح بجد؟ هي والله بيروح النار بجد، اقسم بالله. ما فيش نار اصلا، في جنة بس. لا في جنه وفي نار، وغير ان هو يروح النار بيروح النار في الدنيا كمان. وفي ايه تاني؟ وفي ايه تاني؟ الجن والنار، في ايه تاني بقى؟ اكتر صفتين وحشين في الانسان صفة العند وصفة الكذب، صفة العناد وصفة الكذب. يا ابني عملت ايه ده؟ انت ضغطت على حاجة. صفة العند وصفة بس مش انا كنت فرداه دلوقتي؟ طب ليه يا ابني؟ وانا حتى اقول لكم ان انا شغاله طول اليوم زي المكنه يا جماعه. مش انا يا جماعه مروقه ومنضفه وفرشه فرشه يا جماعه؟ افرشها زي ما انا كنت عاملاه. هو انا مكنه؟ انت حاطط السجاده على راسها؟ لا، كنت حاططها بس سمعتها. طب مش البطاطس بتاعتك، تعالى خدها لما اروح لا، لا، في المطبخ اعمل. مش كده.
السلام عليكم. ايه يا ابني؟